مشاهدينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم من نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره، يصحبكم فيها محمد عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. تدريب اعضاء مكتب المراجع العام. مزارعو مديريه شعب يوضحون نجاح مزارعهم. جهود لتطوير مستشفى عصب. ضربة جوية إسرائيلية تستهدف جنوب دمشق. طوكيو وبكين تتفقان على استئناف التنسيق بشأن بحر الصين الشرقي. والمانحون يتعهدون بتقديم 12 مليار دولار لأفغانستان خلال 4 سنوات. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. قال المراجع العام السيد جرزجهير قبل مدهم في المقابلة التي أجراها مع وكالة إيرينا بأن الدورات التدريبية التي يقدمها مكتب المراجع العام بالتعاون مع الشركاء في الداخل والمهجر من أجل تطوير قدرات الأعضاء تحقق نتائج مرضية. وأوضح بأن مكتب المراجع العام يعمل لضمان التوظيف الجيد للأموال والممتلكات المقدمة من الحكومة في جميع المؤسسات الحكومية، ومراقبة ومتابعة حصول الشعب على الخدمات الجيدة. ويجري العمل لوجود مراجعة داخلية شفافة في كل مؤسسة. وذكر بأن الدورات التدريبية تهدف أساسا لتأمين الاستخدام الجيد للمال والممتلكات الحكومية، موضحا أنه وبالرغم من عدم وصول أعمال المكتب للمستوى المرغوب، إلا أن أنشطة المراجعة التي كانت تنفذ في فترة أطول تجرى حاليا في وقت وجيز. وأوضح المدير العام للمراجعة السيد منجس دانيو بأن الدورات التدريبية تنظم في الداخل والخارج للتعرف على أوجه الضعف في المؤسسات وإصلاحها وتطوير قدرات الأعضاء الجدد ورفع مستوى الأعضاء القدامى، مشيرا إلى وجود إريتريا في وضع أفضل في أعمال المراجعة العامة مقارنة مع دول الجوار. وذكر مدير تطوير القدرات البشرية في مكتب المراجعة العام السيد جبر سلاسي محاري بأن التدريب المقدم للأعضاء والمهنيين العاملين في المؤسسات الحكومية الشريكة يحدث تغييرا ملحوظا في العمل، مؤكدا مواصلته مستقبلا. وأشار المشاركون في الدورات التدريبية إلى أن المعرفة والقدرات تتطور بالتأهيل والتدريب وتسهم كثيرا في عملهم للتعريف بأساليب العمل الحديث وتبادل الخبرات. أفاد مزارعو مديرية الشعب أن مزارعهم وصلت إلى مستوى جيد بفضل الجهود المبذولة لريها عبر السيولة القادمة من الهضبة. وأوضحوا لوكالة إيرينا بأن قوة السيولة المتدفقة من الهضبة خلال الشهر الماضي أدت إلى تعرض أراضيهم الزراعية للانجراف ودمار الحواجز المائية. وقد تم ري 3725 هكتار فقط جراء الصيانة التي أجريت عبر قدراتهم المحدودة. وأشاروا إلى بذل جهود حثيثة لحفظ المياه وحماية التربة وإصلاح مساقط المياه. ومع الخريف البحري المبشر يسعون هذا العام جاهدين لمضاعفة الإنتاجية الزراعية، مطالبين بدعمهم بالآليات. هذا وتشير مستندات المديرية إلى وجود أكثر من 7000 هكتار تروى عن طريق الخريف البحري وخريف الهضبة. قال المدير الطبي لمستشفى عصب الدكتور هينوك يماني بأن الجهود جارية لتطوير المستشفى بالقدرات البشرية والمعدات حتى يقدم خدمات أفضل للمواطنين. وأوضح بارتفاع عدد الأطباء بنسبة 50% والكوادر الصحية الأخرى بنسبة 48%، وقد أسهم ذلك في تقديم خدمات سريعة وفاعلة للمواطنين. وأشار إلى انخفاض الأمراض المعدية وأن الدم المتبرع به شكل 90% من نسبة المتبرعين الطوعيين. وأوضح الدكتور هينوك ارتفاع التهابات الكبد في الإقليم وانخفاض الوعي الصحي بالمرض في أوساط السكان، حيث يجري العمل للتوعية بالمرض لخفضه ومكافحته. وأوضح مسؤول خدمات الفحوصات المخبرية في المستشفى الممرض علي عبدو بأن إدخال المعدات الرقمية ساهم في جودة الخدمات. هذا ويضم مستشفى عصب أقسام الجراحة والولادة ورعاية الأطفال والأمراض الباطنية وطب الأسنان والعيون والعلاج الطبيعي والأشعة. أهلت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية 16 أسرة محتاجة بالمواشي بكلفة بلغت 10,000 نقفة لكل أسرة في مديرية عرزة. وأوضح مسؤول مكتب الوزارة في المديرية السيد يوهنس أبرهة بأن هذه الأسر ترعى المعاقين والأيتام والمسنين. وكان مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية قد أهل نهاية العام الماضي 5 أسر ترعى المعاقين والأيتام.
تم صيانة طريق ترابي جرفة السيول في ضاحية عد باري بمدينة مندفرة بواسطة أعمال النفير الجماعية، حيث كان يتسبب في إعاقة حركة المرور والمشاة. وتفيد المعلومات الواردة بأن السكان المشاركين نسقوا جهودهم لإنجاح المهام. وأوضحت مديرة الضاحية السيدة عقستي إلياس القيام بالعمل المنسق لصيانة الطرق المنجرفة هذا العام بفضل غزارة الأمطار. من جهته قال مسؤول الخدمات الاجتماعية في إدارة مديرية مندفرة السيد سلمون رستوما بأن المديرية قدمت دعمها المتمثل في الآليات الثقيلة، مشيدا بالخطوة البناءة التي اتخذها سكان منطقة عد باري. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلن الجيش السوري بأن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة في الضواحي الجنوبية لدمشق، حيث يقول منشقون عن الجيش أن هنالك تواجدا عسكريا إيرانيا قويا في ثاني هجوم من نوعه خلال الأسبوع. وقال بيان للجيش السوري أن إسرائيل نفذت القصف من هضبة الجولان، وأن الخسائر اقتصرت على الجوانب المادية. وذكر منشقون عن الجيش أن الضربة استهدفت قاعدة عسكرية في جبل المانع بالقرب من هضبة الجولان على طول الحدود مع إسرائيل التي تعرضت للقصف في وقت سابق. وهاجمت إسرائيل مرارا ما تقول أنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا في السنوات الأخيرة، وصعدت مثل هذه الهجمات خلال العام الماضي، فيما وصفتها مصادر استخباراتية غربية بأنها حرب ظل لتحجيم نفوذ إيران. اتفقت الصين واليابان على تخفيف القيود التي تم فرضها على حركة السفر المرتبطة بالتجارة في أعقاب وباء فيروس كوفيد-19، ومواصلة المحادثات بخصوص جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي. جاء ذلك خلال أول حوار على مستوى رفيع منذ تولي رئيس وزراء جديد السلطة في اليابان في سبتمبر. وتأتي زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي التي تستمر يومين إلى طوكيو وسط قلق متنامي بخصوص نهج بكين في المنطقة. وتناولت محادثات وانغ مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي التوترات البحرية والتجارة ومكافحة جائحة فيروس كورونا. ويزور وانغ رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا الذي يسعى للموازنة بين اعتماد اليابان الاقتصادي الكبير على الصين والمخاوف الأمنية، بما في ذلك مزاعم بكين بالسيادة على الجزر المتنازع عليها والتي تسيطر عليها اليابان. وأوضح وانغ أن الصين ستدافع بحزم عن سيادتها ووحدة أراضيها، وتعمل في الوقت نفسه في جعل بحر الصين الشرقي بحر سلام من خلال التعاون مع اليابان. أعلنت فنلندا في ختام مؤتمر المانحين لأفغانستان في جنيف أن دولا ومؤسسات تعهدت بتقديم 3 مليارات دولار مساعدات تنموية لأفغانستان في عام 2021، وحوالي 12 مليار إجمالا على مدى 4 سنوات. وقال فينيس كيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في فنلندا أن المانحين تعهدوا بتقديم 3 مليارات دولار للعام المقبل، وأن من المتوقع استمرار الالتزامات السنوية على نفس المستوى. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى العمل مع شركائها الدوليين وخاصة الدول المجاورة لأفغانستان وغيرها في المنطقة لمساعدة هذا البلد نحو الوصول لمستقبل أكثر سلاما وأمانا. في غضون ذلك ارتفع عدد قتلى انفجارين وقع في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان إلى 17 شخصا على الأقل، وارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 50 آخرين. ولم تعلن أي جماعة مسلحة بما فيها حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم في الولاية التي تعد من أكثر ولايات أفغانستان أمانا ويزورها سنويا آلاف السياح المحليين والأجانب. في الخبر الأخير، في نجاح علمي وطبي كبير توصل علماء إلى تقنية علاج متطورة تستهدف الخلايا السرطانية في جسم الإنسان بدقة بالغة، مما يمثل خطوة غير مسبوقة في المعركة ضد الأورام. ونجحت طريقة العلاج الجديدة في قتل الخلايا السرطانية مع ترك الخلايا السليمة حولها باستخدام تقنية تعتمد على أدوات تعديل الحمض النووي DNA. وأكد العلماء المسؤولون عن البحث أن هذه التقنية قد استخدمت بالفعل على الفئران، ويمكن استخدامها على البشر في أقرب وقت ممكن وربما خلال العامين المقبلين. وأشار العلماء إلى أن الفئران المصابة بسرطان التي تلقت العلاج ضاعفت متوسط العمر المتوقع، وأن معدل بقائها حية ارتفع بنسبة 30% مقارنة بالفئران الأخرى المريضة والتي لم تحصل على هذا العلاج. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.